وصفة النهاردة أنا مش عارفة أسميها إيه، ولكن هي حاجة في منتهى الروعة. فراخ مستوية مع رز بني مكرمل بطعم وشكل مفيش أروع ولا أحلى من كده. حاجة سهلة بسيطة. الأحلى من كل ده إن احنا هنعملها في حلة واحدة على البوتاجاز، وطبعا بفرخة ونص كيلو رز هنعمل الوجبة الحلوة قوي دي. وبجد طعم وشكل وريحة ولا أروع من كده. تابعوني لآخر الفيديو ونشوف عملنا وصفتنا النهاردة ازاي. قبل ما أبدأ الفيديو، أنا هلا أبو بكر، يا ريت تعملوا للفيديو لايك وشير، ويلا بينا كالعادة نسمي ونقول بسم الله ونبدأ على طول. طاسة عندي على النار، هبدأ أنزل بمعلقتين كبار من السمنة. طبعا في الوقت دوت أنا عندي الفراخ غسلها كويس جدا جدا ومنضفاها. يفضل طبعا إن احنا ننقعها الأول في مية وملح وليمون، أو في المحلول الملحي لو مش هننقعها في مية وملح وليمون يعني. خلاص. ببتدي اقسم الفرخه نصين كده، ولو حابين تقسموها 4 تربع تكون اسهل معاكم براحتكم، يعني اللي يريحكم اعملوه. انا عن نفسي قسمتها نصين كده، ولكن لما استوت هي قسمت نفسها بعد كده. خلاص. هبدا احط الفرخه على الناحيه اللي فيها العظم، وطبعا لما الطاسه تكون عندي سخنه جدا. بعد حوالي 5 دقايق هبتدي اقلب الفرخه على الناحيه التانية. بصراحه انا قسمت الفرخه نصين، ولكن طلع عندي نص اكبر من نص، ومش قادره افهم ازاي لحد دلوقتي. بس مش هتقول حاجه يعني، عادي شغاله. خلاص. هبتدي بقى اسيب الفراخ تتحمر، هبدأ كده بالتقليب المستمر يعني. المطلوب مني هنا في الخطوة دي ان انا احمر الفراخ الى حد ما، على قد ما اقدر يعني، من الناحيتين. خلاص كده. فانا زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي هبدأ كده كل 5 دقايق اقلب على ناحية، يعني لمدة حوالي ربع ساعة، او زي ما الفراخ تتحمر معاكم يعني. لو خدت في التحمير من الناحيتين 10 دقايق تمام، على حسب آه النار عندكم. لكن انا هنا مش مخليه النار عاليه قوي، برضو مخليها وسط، علشان مش عايزه الفراخ تتلسع معايا وتاخد لون مش حلو. خلاص كده تمام. انا كده شايفه ان انا بقلب فيها كل شويه، بشوف ايه اللي لسه ما اتحمرش وبديله تحميره يعني. وبكده تمام. اخدت معايا قد ايه؟ اخدت معايا تحمير كده حوالي ربع ساعه. خلاص. كده الفراخ عندي بقت جاهزه زي ما انتم شايفين كده. انا خلاص قلبتها كذا مره على كذا ناحيه. انا شايفه ان كده تمام، التحمير ده كده راضيني. ده طبعا كان بعد نص ربع ساعه من التقليب المستمر كل 5 دقايق. يلا بقى بينا في حله على النار كده، وهننزل بمعلقتين كبار من الزيت. وكمان هننزل عندي، يعني الماده الدهنيه عندي هتكون زيت وسمنه، معلقتين كبار من الزيت ومعاهم كمان معلقتين كبار من السمنه. ليك الحريه المطلقه تستخدمي اي نوع سمنه عندك موجود. هبتدي بقى اقلب السمنه مع الزيت كويس قوي، وبعد كده هنزل بالبصل. الوصفه بتاعتنا هنا عايزه بصل كتير، وهقول لكم دلوقتي ليه. فعلى قد ما تقدروا كتروا في البصل. انا هنا حاطه 3 بصلات كبار، طبعا فرمتهم. الفرم ما يكونش ناعم قوي يعني، يكون وسط. هبدأ بقى اقلب البصل بتاعي، والمطلوب مني هنا مش ان البصل يدبل او يطلع ريحه ولا اي حاجه، او حتى ياخد لون ذهبي. لا، المطلوب مني ان هفضل اقلب في البصل واسيبه يتكرمل، ياخد اللون البني الغامق. بس نخلي بالنا يا جماعه علشان ما يتحرقش مننا. شعرايه بسيطه قوي بين حرق البصل وندينا طعم ممرر، وبين ان هو ياخد اللون البني الغامق الحلو ده. خلاص كده. على العموم نخلي النار عندنا متوسطه علشان نقدر نطلع النتيجه مظبوطه. خلاص وصلت اللون الحلو ده، تعالوا بقى نحط المنكهات والبهارات بتاعتنا، وهي كلها هتكون صحيحه في الاول. لومي مجفف، وقرفه خشب، وحبهان، وقرنفل، وفصوص كمان من الفلفل الاسود، وورق لوري. هنقلب بقى المنكهات دي كويس قوي مع البصل. هيبدأوا يطلعوا الريحة بتاعتهم كده. هبدأ كمان أضيف عندي طماطماية واحدة مقطعة مكعبات صغيرة، هقلبها برضو مع نفس الخلطة. في الوقت ده عايزة أقول لكم إنكم هتشموا ريحة ما شاء الله تبارك الله حلوة جدا جدا. خلاص. هسيبهم مع بعض كده حوالي دقيقتين 3، يعني أحس إن الطماطم عندي بدأت تدبل شوية. بعد كده بقى هضيف معلقة من البابريكا، ومعلقة من الجنزبيل البودر، ومعلقة من القرفة. هضيف البهارات على البصل والتوابل الصحيحة والطماطم اللي بدأت تدبل زي ما انتم شايفين. هقلب كده يدوبك دقيقة واحدة، ريحة البهارات عندي هتطلع. خلاص كده، انا مش عايزة اكتر من كده. في الوقت ده طبعا هكون عندي محضرة المية المغلية. معيار المية المغلية هنا يعني انا بالنسبة لي مش ملوش معيار. انا هنزل بشوية من المية المغلية، هتكون كتير شوية لان هعتمد ان المية دي هتبدأ تسوي لي عندي الفراخ
وهستخدمها بعد كده برضو هكمل بيها تسوية بقية الوصفة. هبتدي اقلب كويس بعد اضافة المية، وهسيب المية عندي تغلي يعني حوالي 10 دقايق كده. طبعا المية مغلية مش هتاخد وقت، هتكون المية غليت كده تمام. هبتدي بقى اجيب الفراخ عندي وهنزل فيها بالحلة. طبعا الفراخ عندي اخدت تشويحة وتحميرة ولكن لسه ما استوتش خلاص كده. فانا هنزل بقى في الحلة كده بالمية بالتوابل الحلوة بالخلطة الرهيبة دي، هسوي فيها الفراخ. بعد اضافة الفراخ بقى المفروض كده ان انا اخلي النار عندي وسط تمام. هبتدي كمان اضيف حاجة هتخلي الفراخ والوصفة في حتة تانية. راس من التوم بقطعها كده الحتة الاولانية والحتة الاخرانية زي ما انتوا شايفين، وهحطها في وسط الحلة. اظبط بقى الملح بتاعي وابتدي بقى زي ما قلت لكم كده هديها تقليبة. وبعد كده ههدي النار عندي اخليها متوسطة، وهغطي بقى الحلة. اهم حاجة بس نظبط الملح. هغطي الحلة لحد ما تستوي، هتاخد معايا في حدود ساعة الا ربع بالكتير، وهتكون ان شاء الله مستوية جدا كمان. خلاص ده كده بعد ما الوقت عدى الفراخ عندي بدأت تستوي زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، واخدة لون حلو جدا جدا يا جماعة. خلاص هبتدي بقى اخرج عندي الفراخ على جنب كده. بصوا انا جيت اصلا زي ما انتم شايفين كنت حطاها سليمة، جيت امسكها كده من كتر ما هي ما شاء الله مستوية بدأت تتفصل معايا كل قطعة لوحدها. بس خلي بالكم انا زودت كمان شوية في السوا يعني لا ما تسيبوش ساعة الا ربع، ممكن تسيبوا نص ساعة بس هتكون تمام، لان الفراخ فعلا طلعت معايا مهرية مهرية. يعني بالنسبة لنا احنا في البيت مفيش مشكلة، انما لو عندنا ضيوف هنقدم لهم الاكلة الحلوة دي لا، خلوا الفراخ كده يعني نص ساعة بس هتكون تمام ومستوية، علشان نقدر نمسكها ونتعامل معاها ما يبقاش يعني شكلها مبهدل الى حد ما. خلاص كده الفراخ عندي على جنب. انا بقى هنا هبتدي اظبط الملح بتاع الشوربة اللي موجودة عندي، وكمان هنقص الشوربة شوية، بس ده طبعا بعد اضافة الرز. الرز هنا عندي طبعا رز بسمتي، انا هنا غسلته ونقعته بعد الغسيل نص ساعة، وبعد كده صفيته وضفته للمية. طبعا انا شفت هنا ان كمية المية كتيرة جدا فانا نقصتها شوية. بصوا ده التوم، عايزه اقول لكم ان التوم ده بقى هسيبه مع الرز كده يستوي، هيدينا طعم يا جماعه في منتهى الروعه. انتوا هتحبوا كده تلاقوا التوم في الاكل. التوم ده طبعا زي المشوي بالظبط. هبتدي بقى اخد الفراخ بتاعتي بعد ما ظبطت الملح وظبطت الميه للرز، هرصها فوق وش الحله. ميه الرز البسمتي هنا مش هتكون كبيره قوي، يعني يا دوبك فوق الرز كده بعقلتين صباع كده، هيبقى مظبوط جدا المقدار. خلاص كده تمام. انا القرفه طلعت معايا برجعها تاني. هفضل بقى معليه النار لحد ما الميه تتشرب، واول ما الميه تتشرب ههدي على الرز خالص واوطي عليه لحد ما يستوي. يعني ربع ساعه يكون الرز عندي مستوي، الفراخ عندي خلاص اتهرت سوا طبعا، يعني في حته تانية بجد. الوصفه دي حلوه قوي يا جماعه، طعمها حلو جدا. هبدا بقى كده اشيل الفراخ من على الوش علشان ابدا اغرف. بصوا بقى الابيض اللي موجود على الوش ده التوم، يعني مهري كده عامل زي الزبده، طعمه حلو جدا 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 مع الرز. يعني نصيحة مني ما تحطوش راس توم واحدة، حطوا كمان راسين، طعمها حلو جدا. ولما بناكلها كده ويختلط مع الرز، لما هقلب الرز دلوقتي هيدي للرز طعم حلو قوي يا جماعة. انا كمان هخرج المنكهات او المطيبات اللي انا كنت حطاها، وبالذات الحبهان حاولوا تخرجوه على قد ما تقدروا، لانه بيزعل اي حد بياكل بصراحة. خلاص كده انا طلعت القرفة واللومي، وكنت ما بلاقي بقى قرنفل وحبهان بخرجه. هبتدي بقى كمان ادي تقليبه للرز حلوه كده. بعد ما بحاول اخرج المنكهات طبعا اللي بلاقيه تاني بطلعه عادي. وبالنسبه للومي يعني او القرفه الخشب فاحنا واضحه في الاكل. بصوا بقى الرز اللهم بارك لونه عامل ازاي، مفلفل جميل. مده التسويه بتاعته كانت مظبوطه، ومده تسويه الفراخ هي كمان مظبوطه، ولكن قللوا شويه في وقت تسويه الفراخ عشان ما تطلعش مستويه قوي بزياده زي اللي طلعت عندي. بصوا بقى بجد ميكس خطير في منتهى الروعة، جربوه على ضمانتي هيعجبكم جدا جدا. مش بس ان هو سهل وبسيط، لا كمان النتيجة النهائية بتاعته روعة.
واحلى حاجه ان هي ما بتاخدش معانا وقت، ما بتاخدش معانا تتبيله للفراخ ولا اي حاجه. تعالوا بقى نشوف الفراخ قد ايه مهريه ومستويه. بصوا مش محتاجه ان انا امسكها حتى عشان يعني افصصها ولا اي حاجه يعني، هي ما شاء الله كده لوحدها دايبه. كالعاده هطلب منكم في نهايه الوصفه تعملوا للفيديو لايك وشير. وعايزه اقول لكم ان قناتي هنا للفيديوهات المفصله، يعني الفيديوهات لوحدها بالتفصيل، ولكن المنيوهات كلها والملخصات موجوده على قناتي هلا ابو بكر. هستناكم واقول لكم مع السلامه.